الحقوني الحقوني الحقوني، اختي دبستني في كل المخللات دي. يا بنتي خديه واعمل ايه معاكي يا بنتي، يرضيكي يرضيكي يا بنتي، عمري ما عملته يا بنتي، الحاجه غاليه مفيش نتيجه، انت اللي هتعمليه يعني، انت اللي هتعمليه يا بنتي، انت بتعمليه احلى. قالت لي لا وانت هتعمليه احلى مني. طب وافرضي بقى طلعش حلو؟ قالت لي لا يطلع حلو، ما طلعش حلو هبقى ابدله. تعال نشوف بقى هنعمل ايه. هي انا ما افتكستش اي حاجه، هي قالت لي اعملي كذا 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 وانا عملت زيها بالظبط. اقول لكم على حاجه كمان، هي اللي جايبه لي الزيتون والفلفل والشطه والجزر وكل حاجه، انا اللي جايبه الليمون والخيار عشان الكلام يبقى صادق يعني. قبل ما نبتدي في اي حاجه بقى نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي الحلقه بتاعتنا على طول. معايا زيتون اللي هو الاسود او المخدد ده، لسه طبعا ما اتغسلش، دول حوالي 4 كيلو، كيلو ب25، حوالي 4 كيلو اللي حاجه بسيطه خالص. تمام. فضيه بقى في العجان الاستانلس كده واغسليه كويس جدا، لو في حبايه بايظه في حبايه فيها حاجه ومن جايه شايلها. ونقطت كل حاجه لوحدها، والفلفل نقطه لوحده، والجزر كيلو الجزر ب20 جنيه، كيلو الفلفل ب20 جنيه، كيلو كل حاجه كيلو الشطه ب20 جنيه، يعني بسم الله ما شاء الله. الحاجه ولعت يا جماعه، ربنا يطلعنا منها على خير يا رب. مسكت الجزر بتاعي بشرته، همشي خطوه خطوه زي ما اختي قالت لي بالظبط. همسك الجزر بتاعه بشوره كده واحطه واغطيه عشان هو بيأكسد بسرعه، لانه طبعا كله حديد فبيسمر بسرعه. فبصراحه لما غطيته ما جرالوش اي حاجه يعني. حتى انتي تهديها لو خدتي حته الجزرايه مثلا كده قطعتي نصها وسبت نصها ولا حاجه بتلاقيها بتسمر بسرعه. الليمون ده كنت جايباه يوم الاربعاء، النهارده الحد يعني بقاله حوالي 5 ايام كده. قعدت انقط فيه الاصفر القوي ده عشان انا اصلا محتاجاه كده محتاجاه يكون طيب وحلو. طيب كده عشان هقسمه كده وهسلقه زي ما هو لحد ما ينهر. الزيتون بتاعي غسله بقى زي الفل كده زي قلوبكم بالظبط، والليمون التاني حطيته في الطبق وهولع عليه ينسلق. حطيت ميه تغلي وبعدين هحط فيه الليمون بتاعي، واحط سنة زعفران حاجة كده لا تذكر. وكنت نسيت ان انا ما عنديش ليمون تاني فحاولت ان انا اشيل منه كام ليمونة كده، سكة زعفراني يعني على الظهر المعلقة كده، والتاني برضو هكذا. ليه؟ يديني لون. في ليمونة خضرة معايا مش صفرة قوي، هتديني لون كده تخليه زي الفل. الشطة بتاعتي قطعتها والجزر والهريسة ضربتها في الكبة، ما عندكيش كبة اعملها بخلاط بشوية مية عادي. ده روزماري حبة البركة وايه تاني عصفر وحبة البركة، حطيتهم في قلب البولة بتاعتي. والجزر والزيتون بتاعي خدته قعدت مع ولادي في الصالة كده يعملوا معايا. انا وجدنا بنعمل سوا يعني. كنا بالليل الساعة حوالي الساعة 12 وما كانش فيها الا مكة اللي صح. كنت بمسك الليمونة شقة وكل ده انا مفكرة التليفون بيصور وما طلعش بيصور يعني. المهم هوريكم دلوقتي هي شقة، وبتهيألي ان انا اصلا كمان عادي لو انا ما شقتوش يعني، لان اصلا الزيتونه السمرة دي بتكون طيبه مش زي الخضره التانية اللي هو التفاحي ده بيكون جامد، لا ده بيكون طيب. جانا بتوريكم ان هو بيتعمل ازاي. جيت بقى تعالي بقى الخلطه بتاعتي بعد ما حطيت الملح والعصفر والروزماري، العصفر والحبه البركه والفلفل هرس الشطه والجزر وسنه الزعفران برضو ما تنساهاش، وكام ليمونه كده وحوالي شويه خل. كل ده كده في بوله واحده. امسكيه كده بايديكي وقومي جايه دعكاه خالص لحد ما يبقى في بعضه كده كله عجينه واحده. معلقه السكر دي اوعي تنسيها، هي دي ماده الحافظه بتاعتك. تقدري تحطي سنه كربوناتو، سمعت حد بيقول كده بس ما عملتش كده بصراحه. تعالي بقى على الليمون ده بقى الكنز بتاعك بقى. بدل ما تمسكي كيلو ليمون تقعدي تعصري فيه، لا احنا سلقناه وناخد كل الفوائد بتاعته ونصفيه ونشيل منه البذر بتاعه. والليمون ده نفسه هيتاكل قبل اي حاجه انت هتعمليها. لحد كده شغال. ده الزيتون بتاعي زي الفل بعد ما اتشقق وبقى حلو كده. انزلي بقى بنص كميه الخلطه اللي انت عاملاها وقلبي قلبي 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 لحد ما تشوفي الطريقه دي، لحد قصدي ما يبقى بالشكل ده. عبيه بقى في البرطمان، تقدري تعبيه في ازايز، تقدري تعبيه في اي حاجه عندك عايزه تعبيها عبيها. بس فكره الازاز دي جميله. ليه بقى؟ الازاز مش بتاخد مكان، ممكن ترميها تحت السرير، ترميها في اي حته. مش شرط مثلا تخافي عليها مثلا ان هي تسرب تعمل، لا الازازه بتبقى قويه جدا وبتكون مقفوله محكومه كويس. انا حطيت كيسين 2 من الملح على فكره
في قلب الخلطه اللي انا كنت عاملاها من شويه دي. نزلت بقى بالزيتون، وفي الاخر كده بقى قعدت انقي الزيتونه الصغيره عشان احطها في الازازه، لان الزيتون بتاعي ده كان فيه معظم واحده صغننه كده. تمام. وشويه شطه كده حطيتهم على الوش، وشويه شطه حطيتهم في النص بمزاجك، يعني اللي انت عاوزه تعمليه اعمليه لحد كده. تمام. ده بقى هجيب ازازه، اجيب برطمان كمان صغير كده عشان يطلع للحبايب، وكمان ازازه. اللهم صل على سيدنا النبي. احنا كده كنا عصرنا بقى الليمون وركناه، وحاجتنا كلها مركون. الخطوات على فكره مش كتير بس حلو. شفت ناس كتير بتعمله بطرق كتير جدا الزيتون ده، بس ده عشان انا اكلته من ايد اختي وعارفه طعمه عامل ازاي، فعشان كده حبيت ان انا اعمله بنفس الطريقه عشان نشوف التحدي، انا اللي هكسب ولا هي اللي هتكسب. هي قالت لي لو ما طلعش حلو هبدلهولك يا ست واديكي بتاعي. المهم اللهم صل على سيدنا النبي. نزلت بقى بالزيتونه، لقيت الزيتونه الصغيره بقى كده وزقلتها في قلب الازازه. بفتح صدفه، اصلا الفكره ما كانتش في دماغي، بفتح صدفه لقيت الازازه دي محطوطه، قلت والله ابدا والله ما احرم نفسي من حاجه، لازم اعملها واجرب. لان السنه اللي فاتت كنت شايفه ناس كتير بتخلل في قلبها الشطه، بتخلل في قلبها اللفت والحاجات دي، يعني كانوا بيخللوا فيه. امسكي بقى فوطه او حته كده من بتاعه المطبخ، وامسحي بقى برطماناتك من بره ومن جوه كده، والازازه كده زي الفل. وطبعا اكيد هوسخ كل ده تاني، يعني ما بقاش ريم لو ما بهدلش الدنيا. يعني بصراحه الازازه شكلها تحفه، بصراحه شكلها حلو قوي. ده بقى الليمون اللي انا عصرته وهريته جدا، نزلت عليه بنص كوبايه من الخل ومعلقه من السكر. تقدري تضيفي ملح، لا مش تقدري، انت كده اوريدي هتضيفي ملح. ميه الليمون بقى اللي انا سلقت فيها الليمون التاني ده، هاخد منها شويه واقلبها بالملح، يبقى انا كده حطيت في الميه دي خل وسكر وملح. تمام. الحرق ده بتاعك انت طبعا. بصي بقى تشوفي بقى البتاع ده، تركنيه مش اقل من اسبوعين كده ولا 3 قبل ما تبتدي ان انت تاكلي منه. بس بعد 3-4 ايام تفتحي عليه وتشوفي محتاج ملح ولا مش محتاج ملح. محتاج ملح زودي له، مش محتاج ملح اركنيه بقى وسيبيه. صينيه الكربونات هي انا طلعت عاملاها مش عارفه كربوناتهم او ملح ليمون، لا ملح ليمون. وفي ناس بتقول ان الملح الصخري في التخليل احسن. بصراحه ما صدفتش وعملت بيه ولا مره، ولا اختي كمان يعني. نزلت بقى كده بالخلطه اللي انا عملتها، الميه دي والسكر والملح الليمون وكل حاجه. ملح الليمون ده عشان يحميه، يعني يحميه يقعد كتير، والسكر برضه عشان يحميه يقعد كتير كماده حافظه. زودي بقى الازايز وبرطمانات جدا يعني لحد ما تتملي، وحطي بقى على وشهم شويه الليمون اللي احنا سالقينهم وعارينهم دول. ليه بقى؟ وتقدري ترميه على فكره، هو ممكن يريم منك من فوق، عشان كده الليمون ده بيحميه. بس عاوزه اقولك ان انت هتاكليه قبل الزيتون اصلا، وقبل الليمون اللي انت بتعمليه. لحد كده تمام. هاتي بقى كيس تلاجة وافتحيه، او كيس مفتوح كده، وقومي جايه قافله عليه البرطمان وقلبي قلبتين. وتقدري تحطي تحته طبق وتحطيه كده بس يوم او 2، وبعدين ترجعي تقومي جايه عادله تاني بقى وعيناه في مكانه الطبيعي. تمام. سوري طبعا على اللغوصه اللي على الترابيزه دي، بس عادي انا همسحها دلوقتي واكون زي الفل. تعالوا بقى للليمون بتاعنا. الليمون ده انا سلقته سلقه يعني لا تذكر، يا دوبك حطيته في الماء بس كده ورجعته تاني. تمام. اعمليه بقى علامه زائد كده، وقومي جايه علامه زائد، علامه مفتوحه كده واترك ان شاء الله يعني رمضان يا ترى مين يعيش. حطيت بقى جزر تاني على حبه البركه تاني على عصفر تاني. تمام. وقمت جايه نازله بشويه شطه كده تحت في الارضيه يعني. ونزلت بقى بالليمون بتاعي، حدقته واحده كده زي ما انتم شايفين. واهم حاجه الحاجات اللي بتنزل منه دي اوعي ترميها. ليه بقى؟ لان دي اللي هتعمل منها الخليط بتاع الليمون. عملته كده هون، ونزلت عليه كمان بالملح بقى والخل وكده، وعلى عصرتين كمان من الليمون. وقومي جايه بقى نازله عليه على البرطمان. هو ما عملش غير البرطمان ده، لان هم كانوا 3 كيلو وانا اخدت منهم حوالي كيلو كمان، يعني قولي دول 2 كيلو مثلا وربع مثلا ولا حاجه. تمام. دوقي ملحك بقى وشوفي، لو محتاج ملح زودي، مش محتاج خلاص. انزلي بقى بعصير كام ليمونه كده وحطي القشر بتاعهم. وكمان حطي كان باقي معايا شويه ليمون من اللي احنا كنا هرسينه قوي ده، تقدري تحطيه. وشويه شطه كنت عاوزه احطها قرون زي ما هي كده، بيبقى شكلها حلو في البرطمان، بس ما عرفتش. كده الليمون بتاعي يوم بقى زي الفل و10. امسحي بقى برطماناتك، وزي ما قلت لك حطيها على الرخامه قدامك. وده خيار كنت مخليه معاكم برده، بس ما اعرفش الفيديو بتاعه نزل لسه ولا لا. برده الخيار في 10 دقايق هتاكليه، بعدها بساعتين 2 بالظبط. فكره الازازه دي جميله، جربيها. اتمنى اكون استفدتي اي حاجه، ولو كانت بسيطه مني ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ودعوه حلوه لاختي يا جماعه، ربنا يشفيها يا رب ويخليها لاولادها.